السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما تضيعش النهارده وعيش يومك. ما تضيعش يوم واحد ولا دقيقة واحدة في حاجة ملهاش لازمة أو ليها معنى. ان انت تحبس نفسك جوه افكارك والسلبيه واعذارك ومخاوفك، دي حاجه هتضيع منك النهارده وهتخليك ما تستمتعش بيه. ركز على اللي انت عايز تعمله النهارده او اللي انت عايز تعمله دلوقتي. قضي كل يوم وفكر ازاي تدي لنفسك الاحساس بالسعاده والرضا. اتعامل مع الناس اللي بتحبهم، قرب منهم، الناس اللي بيخلوك سعيد. بكده هتحس ان انت كل يوم بتخطي خطوه ناحية هدفك أو ناحية نجاحك، وهتعيش حياة سعيدة. الماضي في الماضي طبعا، والمستقبل بإيد ربنا عز وجل. النهاردة هو بتاعك، والنهاردة اللي انت تقدر تتحكم فيه على قد ما ربنا مديك. حاول تستمتع بالنهاردة وما تفكرش في حاجة تانية. قدامك الاختيار، يا إما تستمتع بالنهاردة وتعيشه وتقدر تحقق فيه اللي انت عايزه، يا اما تفضل حابس نفسك وعمال تفكر في اللي فات واللي جاي والقلق من اللي جاي، وتضيع النهارده وتضيع امبارح، وتبقى انت اخترت. استمتع بالمرحلة اللي انت فيها دلوقتي ايا كانت، بدل ما تضيع سعادتك وراحة بالك في ان انت تفكر برضه في اللي فات او في ان انت تقلق من اللي جاي، ومش هيودوك لأي حاجة ولا هيخلوك تعمل اي حاجة. لما هتكمل الاهداف بتاعت اليوم بتاعك، ده هيديك احساس ان انت ماشي صح في طريق تحقيق حلمك. لما هتكمل هدف النهارده ده هيديك احساس بان انت ماشي صح في طريق تحقيق احلامك. لان الاهداف اليوميه الصغيره سهل جدا ان انت تحققها، عكس الاهداف الكبيره. تحقيقك للاحلام او الاهداف اليوميه كل يوم هيديك احساس بالثقه، وهيديك حماس ان انت تكمل وتستمر، عكس لما تحط 100 هدف في 100 يوم، وده هيفقدك الحماس وهيخليك تحس بالقلق والخوف والضغط العصبي ان انت مش عارف تحقق ده. الشغل الكتير اللي بيقف بينك وبين حلمك لو استخدمته كل يوم ان انت تحقق حاجة، هيبقى اسهل بكتير من ان انت تقعد طول الوقت حاطط نفسك في الضغط ان انت تحقق ده كله في نفس الوقت. انت مش داخل حرب، انت مش داخل حرب في المستقبل، لا. حاول تستمتع بالنجاح اللي انت بتحققه كل يوم. الوقت كده كده هيعدي، وكده كده الدنيا هتتغير. طيب تحقيقك واستمتاعك بالحياة وبالأهداف اليومية بتاعت النهاردة وإن أنت تحققها، ده هيخليك تقرب كتير من تحقيق هدفك، وهيخليك بعد سنة إنسان جديد، عكس لما تقعد دلوقتي مستصعب الاهداف اليوميه ومستصعب ان انت تعمل الحاجه النهارده، فتلاقي بكره الموضوع بقى كبير قوي، وبعد سنه انت ما عملتش اي حاجه، لان الموضوع تراكمي زي ما قلنا، والتاثير بتاع الاستمرار هيفرق معاك. حاول تعيش اليوم بيومه، حاول ما تفكرش في اللي بعد كده، اشتغل بجد. ابدأ من دلوقتي. ما تحطش ان انت لازم تعمل، ولو ما عملتش وما حققتش وما نجحتش تجلد نفسك وتتعب نفسك قوي ان انت ما وصلتش. خليك هادي وراضي نفسك، راضي نفسك، عشان نفسك هي اللي شايلاك، ونفسك هي اللي هتخليك تنجح وهتحقق هدفك. اشوفكم على خير، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.